اكتر احساس ناس كتير بتعتبره عيب هو احساس الضعف. انا ما ينفعش ابان ضعيف، انا لازم دايما ابقى قوي، انا ما ينفعش اعيط، انا ما ينفعش اعتذر لحد لو غلطت في حق حد، ما ينفعش اروح اعتذر له، هبقى في موقف ضعف. لو انا اتطلقت وحسيت اني منكسره ما ينفعش ابين ده قدام الناس، انا لازم دايما ابقى قويه. لو انا مثلا بتكلم عن موقف حصل لي فعيني دمعت، طبيعي لا انا ما ينفعش ادمع واعيط، هبان ان انا ضعيف، فلازم ابقى دايما قوي وما ينفعش اعيط. فتبص تلاقي نفسك في الاخر شايل جواك وكابت جواك لانك فاكر ان الضعف ده عيب، حاجة غلط، ما ينفعش ان انا ابينه. الضعف مش عيب يا جماعة، لان الضعف بيقولك حاجة واحدة بس، ان انت بشر، انت انسان. فطبيعي جدا ان انت تضعف، طبيعي جدا ان انت يبقى تمر عليك لحظات ضعف كتير. وبعدين انت لو رفضت الضعف، لو فضلت تقول لا انا قوي، انا مش عارف ايه، انا ما مش ضعيف، هتبص تلاقي نفسك مع الوقت اتحولت لحاجة، بقى عندك عند، بقى عندك كبر. زي بالظبط زي ما قلت، واحد غلط في حق واحد ومش عايز يروح يعتذر له، بيكابر ليه؟ لانه مش عايز يبان ضعيف. فالكبر والعند غلط، مش حاجة حلوة. ده غير طبعا الامراض الجسدية والنفسية، جلطات القلب وضغط الدم، المشاكل اللي بتيجي نتيجة الكبت، ان انت دايما بتظهر عكس اللي جواك، انت دايما القوي اللي ما بيعيطش، اللي ما عندوش مشكلة، اللي ما عندوش نقطة ضعف. فتبص تلاقي نفسك شايل جواك لغاية ما يجيلك لحظة وتنفجر على اتفه الاسباب، تلاقي نفسك بقيت عصبي وبتتخانق على اتفه الاسباب. ليه؟ لان انت شايل جواك ومش عايز تعترف انك بشر، مش عايز تبكي، مش عايز تعيش بشريتك. عشان كده يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام زمان كان له سنة كده بعد صلاة الفجر وهو قاعد مع الصحابة يسألهم: ها قولوا لي من منكم رأى رؤيا اليوم؟ قولوا لي حلمتوا بإيه؟ مين شاف رؤيا؟ مين عايزني أفسرها له؟ ليه؟ هو ليه الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كده؟ علشان بيقولك ممكن يكون حد من الصحابة شاف رؤية شغلته، قلقته، عمال يفكر فيها، شايلها جواه. فالنبي كان عايز الصحابة: ها طلعوا اللي جواكوا، قولوا لي انت حلمت بايه، انت عايز تسأل في ايه، في سؤال شاغلكوا، في حاجة عايزين ارد عليها، علشان الناس تطلع اول باول. العلم الحديث يقولك اعمل حاجة اسمها اوفلودنج، يعني اعمل اوف للود اللي انت شايله، ارمي الحمل اللي على ظهرك ده، ما تفضلش شايله وعامل فيها عم القوي. وبس طبعا يعني في النهاية برضو نصيحة مهمة، مش معنى كده ان انا برضو امشي يعني ارمي حمولي على الناس كلها واقعد اشتكي، لا طبعا. ومش معنى كده برضو ان انا اشتكي لاي حد اشوفه واقول بقى يلا انا عايز ابين بقى مشاكلي وافضفض، ففضفض مع اي حد. لا، احنا دايما بنقول اضحك هزر مع اي حد، بس حزنك لا، حزنك امانة كبيرة، مش اي حد قدها. فلازم ان انا اختار الشخص اللي انا عارفة ان هو يعني هيتحمل حزني، هيتحملني انا اصلا، مش هبقى عبء عليه، الشخص اللي اقدر افضفض ليه وانا مطمنة. حزنك ولحظات ضعفك امانة كبيرة، ما بينهاش لاي حد، مش اي حد رايح معدي كده اشتكي له، لا لازم اختار الشخص اللي ابين ضعفي قدامه. ربنا يسعدكم جميعا.